صبحكم الله بالخير، صباح الطيبة يا مشوق. الله ورد محمود، وهالأغاني الحلوة وهالكلمات الحلوة. دائما احنا نقول المثلث رائع يكون نعم ما بين الكلمة واللحن. Golden Triangle. يس ميم. طبعا احنا نقول لك buenos días señorita and ¿cómo está señor؟ صبحك الله بالخير، طال عمرك. صباحكم بالخير كرامة، حياك الله. كيف صحتكم؟ طيبين ان شاء الله. وحييكم حياكم الله. الافضل تقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله كيف حالك يا دكتور؟ بخير الحمد لله رب العالمين. كيف صباحكم ان شاء الله؟ صباحك ايضا. صباحكم شمندر اليوم. يا عيني. شوف مرتب هذا مو ملشته؟ لا هذا بأي وقت طال عمرك. اي وقت؟ هذا بأي وقت طال عمرك. احنا شوف الان الظروف اللي احنا نمر فيها الصحيه تستدعي ان ما ننسى ولا نغفل يعني هذا العنصر الغذائي الهام جدا، سواء على شكل عصير او على شكل طعام. طبعا ما في واحد يحطه مثلا وياكله بالقفشه ولا بالشوكه، دائما بالسلطات احنا نشوف اكثر شيء. صحيح. نعم. ولكن في بعض الناس جنبه حتى على سلطات البوفيه تشوفها توخر عنه. ما ادري هل هي مثلا الطعام، بالعكس انا اشوف الطعام زين وممتاز، واشوف يعني حتى لذة حتى في تناوله. ولكن شنو فائدته؟ انا اتامل الناس اللي راح تسمع اليوم الكلام ان شاء الله تعطيه اهميه لما تشوفه وتتناوله وتبحث عن العصير اللي هو عصير الشمندر وتشتري منه وتعطيه لعيالها او اولادها وحتى الطلبه في كل المراحل، صغار وكبار، حريم ورجال، يحتاجون هذا العصير لما فيه من فوائد. يعني انا لو بتكلم لك الان على كل مركب اخوي محمود فيه، كل مركب تلقاه فيه عده فوائد. انتقل الى مركب ثاني موجود في الشمندر اقول لك هذا فيه الفوائد كذا، اهم اسطر لك فيه. ما بالكلام يطول، ولكن الكلام عنه كثير كثير كثير، ولكن خل باختصار لهالفقره الوقت اللي يسمح لنا خلنا نقول شنو هي فائدته. يحتوي من اهم المركبات اللي في الشمندر اللي هي البيتا سيانين. هذا من اهم المركبات اللي موجوده في الشمندر. طبعا الشمندر يا الورق يا الجذر. جذر الورق او يسمونه البيتروت هذا له فوائد، كذلك الورق فيه فوائد. الورق الفوائد اللي بالورق يقول لك يعني يحتوي على نسبة من الحديد تفوق ما في السبانخ. بس الميزة الوحيدة أخوي محمود في الشمندر إن إحنا مشكلتنا خصوصا عند المرضى اللي يعانون من نقص الحديد، تلقى ياخذون مصادر الحديد من الأغذية وياخذون مكملات غذائية بالحديد، ولكن هم الحديد نازل. والسبب إن الحديد لا يمكن تمثيله في الجسم إلا بوجود فيتامين سي، لأن فيتامين سي يحول عنصر الحديد إلى مواد إلى حالات أكسدة يستطيع الجسم أن يستقبلها. فبدون فيتامين سي لا يمكن الحديد يمتص الجسم. والزين في الشمندر لذلك دائما ينصحون مرضى يعني فقر الدم بالذات نقص الحديد أنه يأخذ الشمندر، والسبب أنه يحتوي على فيتامين سي ويحتوي على الحديد في نفس الوقت. يعني ما تحتاج تاخذ مصدر مني، لا تاخذ الشمندر وراح تستفيد من الفائدتين. ولكن اكثر شيء استخدامات الشمندر اللي هو ايش؟ اللي هو الجذر، هذا اللي هو اللي لونه احمر. طيب هذه شنو فائده العنصر هذا اللي هو البيتا سايانين؟ هذا ممتاز لتنظيف الكبد ووقايه الشرايين من ترسبات الدهون. يعني كل انسان يشتكي من يقول لك ان الدهون متراكمه في الجسم اكثر من ترى اصحاب السمنه اللي عندهم السمنه المفرطه. هذه افضل شيء لكم اخواني اخواتي انكم انتم تحافظون على عصير الشمندر. في طبعا شوف وايد ابحاث سووها في جامعه ميريلاند الامريكيه وجامعات كثيره على الشمندر. من الابحاث يقول لك ان أجريت تجارب على خلايا سرطان البروستات، وثبت مقدرة المركب هذا اللي هو إيش؟ اللي هو البيتا سايانين اللي بالشمندر على محاربة خلايا تحت المجهر من إيش؟ من خلايا سرطان نوع البروستات. كذلك وجدوا أن هذا العنصر يقي من الجلطات والأزمات القلبية. شوف احنا لازم أننا نتكلم عن القلب وعن الدورة الدموية وإيش يسوي هذا الشمندر. نعم. يقول لك اللي معاهم ارتفاع في ضغط الدم، نسى حبوبه، سافر ما لقى الحبة اللي يبيها، متوهق والله بداية الضغط ما يبي ياخذ حبوب، يقول لك الابحاث دلت على ان تناول كوبين باليوم، يعني مثلا الصبح وبالليل او اذا قدر الكوبين مع بعض يشربهم، هذه تعطيه وقاية
يعني المحافظة على ضغط الدم لمدة 24 ساعة. يعني إذا عود نفسه الصبح يأخذ له كوب شمندر عصير، وكذلك بالليل، وواصل على هذه ما يحتاج يأخذ أدوية الضغط إذا في بدايته. إذا هو الآن في الضغط يأخذ حبوب خليه يجرب، لا ربما يجد فائدة تمام، لأن في بعض الناس حتى مع الحبوب الضغط لا زال مرتفع. صحيح. فالشمندر فعلا لقوا إنه ممتاز جدا للوقاية. طبعا يعني التازة الفريش منه والمعلب نفس الشيء. والله أنت من الصعب أنك أنت تحصل على فريش جوس من هذا، من الصعب، ولكن يعني خلينا نقول إن شاء الله يعني نثق بالعصائر والماركات الزينة ونحاول ناخذ منها ونشوف. ترى احنا ترى تجربة خير برهان، نشوف أثرها علينا احنا ونحكم إذا هو زين ولا هو مو زين. كذلك هو مقوي للأعصاب. شلون يقوي الأعصاب؟ في بعض الناس يعني تحط مثلا يحط ايده تحت الماء الحار، ما يحس الا بعد ثواني ان الماء حار فيسحب ايده، او انه يمسك الشيء تحسسه ما يقدر، ما يحس، ما يفرق ما بين شنو السطح الخشن والسطح الناعم، لان الاحساس عنده مثل ما تقول ضعيف جدا. فافضل حاجه كانوا يعالجون فيها كطبيعيه علشان تقويه الشعور بالاحساس هي عصير الشمندر والمداومه عليه. الشوارد الحرة اللي تكلمنا عليها في كذا حلقة من قبل، اللي هي الفري راديكالز وأثرها على الجسم وأنها من المسببات للسرطان، الله يحفظنا ويحفظكم المسلمين. فمن الوظائف البيتا ساينين في الشمندر أنه يحارب الشوارد الحرة، يمنع من إحداث أي ضرر في الجسم. كذلك أنه يحسن عملية الهضم، هذه راح يأتيها تفصيل إن شاء الله بعد شوي، بس ممتاز جدا للهضم، ويساعد على الاستشفاء من اللوكيميا أو سرطان الدم. فأي إنسان مصاب بهذا الشيء وعنده قريب يحاول يفيده بأنه يجلب له عصير الشمندر إن لقى طازج، وأنا ما أستبعد أنه في الكويت الحمد لله الخيرات كثيرة، فإن قدر يجيب له يا طازج كل يوم يواظب له على نص لتر يعطيه إياه أو كوبين، يشرب الصبح واحد بالليل واحد، مع العلاجات اللي تعطيه المستشفى، لأن هذه كوسيلة لتعجيل الشفاء بإذن الله تعالى. نفس المركب أعطى مؤشرات إيجابية لإمكانية محاربة خلايا سرطان من أنواع ثانية. يعني هذا جربوه فقط مو على اللوكيميا وعلى سرطان البروستات، حتى على القولون والثدي والمعدة والرئة. هذه كلها أبحاث وأعطت مؤشرات إيجابية، وأعطت الأمل إن شاء الله تعالى أن يشوفون كيف تطبيق عصير الشمندر لمرضى السرطان في أوله أو في آخره وأثناء وكذا، علشان إن شاء الله تعالى سرعة الاستشفاء. حمض الفوليك هذا من العناصر المهمة والغني فيها الشمندر، فهو موجود بكثرة أو بوفرة في الشمندر، وكذلك المغنيسيوم، فيتامين باء 6، وكذلك فيتامين ألف. فيتامين ألف الباحثين عن فيتامين ألف تراه موجود في الشمندر. أخوي محمود، أنا أتوقع أنك أنت دارس في أمريكا، عدل؟ نعم. ما سمعت مثال هناك دائما يقول cheer up with beetroot؟ Say it again. cheer up with beetroot. With fruit? بيتروت، يعني فرفش مع عصير الشمندر. لا ما سمعت هذا المثال. اي نعم. شوف، عللوه ان عصير الشمندر يخليك تبتسم، قالوا لك يخليك تبتسم زين، وعطوا التعليل بذلك على ان البيتروت في مركب يحث الجسم على افراز السيروتونين. هذا المادة تفرزها الجسم لتعديل المزاج. يعني الآن لما الإنسان يتعدل مزاجه يبتسم، ترى أكثر الحركات اللي نسويها ونأديها هذه أشياء هرمونات تنفرز بالجسم، تخلي الجسم رياكشن ماله شنو، إنك تبتسم، إنك تكشر، إن هذا كذا. يعني مشروبات السعادة، مثل مشروبات السعادة. فهذا يقول لك تشير اب وذ بيتروت. أخوي محمود، خليك متفائل. أنا أتوقع اليوم وين أشوفك عقب البرنامج. اي والله انا من غير شيء بس. لا الحمد لله، انت انسان مبتسم ان شاء الله، ما تحتاج انت شيء، ما تحتاج انت ان شاء الله تعالى، ما تحتاج ان شاء الله تعالى. فهذا من مشروبات السعاده، لانه موجود فيه السيروتونين، واحنا تكلمنا عن المشروبات والاطعمه هذه من قبل اختي. نعم، هذه نضيف عليها هذا العصير لانه يخليك تبتسم ويعدل مزاجك، هذا ممتاز. فلما الانسان تصيبه كآبه او ضغط عمل او يعني سفر يعني وربكه عنده هذا كذا، انا اعتقد ان هذه من العصائر الزينه. يعني هذه الوصفات حقيقه حلو، يعني ان الواحد طبيعيه نعم. يعني يسويها، خاصه اذا كان هناك في مشاكل عائليه عنده بالبيت، يسويها تلقى خلاص المشاكل تروح. نعم، يصير ابتسامه وضحك وناسه، وتستطيع انك انت تمر كذي وتشوف وين الشمندر مقطوط، تعرف من وين اللي فيه مشاكلها. اي والله. ولا واحد مثلا قاعد محل عصير طلب شمندر، عندك اقدر اساعدك شيء. جواك الله.
على حال في مركب ثاني مهم جدا اللي هو البيتاين، هذا موجود كذلك في الشمندر. هذا ينشط عملية الإيض أو الاستقلاب أو التمثيل الغذائي، وبذلك يساعد على سرعة حرق الدهون. احنا تكلمنا عن هذه الأمور في حلقات سابقة، فاللي يبون مثلا احنا تكلمنا تذكرين اختي على الشاي الأخضر شنو وظائفه، كذلك الكتان شلون يؤدي الى انقاص الوزن، وذلك بتعجيل عمليه الايض والاستقلاب الغذائي، وبالتالي يحرق الدهون اسرع. فهذه من الاشياء اللي موجوده في البيتاين اللي هو موجود في الشمندر. في جامعه ميريلاند في امريكا سوت ابحاث ولقت ان ماده البيتاين هذه بغض النظر انها من الشمندر ولا هذا، انها تساعد او تحافظ على الكبد من تراكم الدهون. هذه مرة ثانية أقول لكم الأخوان اللي مصابين بالسمنة المفرطة أو حتى اللي معهم تراكم في الدهون، عليكم بالشمندر، لأن إن شاء الله تعالى بإذن الله يحافظ ويشيل لكم هذه الدهون المتراكمة إذا حافظتوا عليه. دائما الناس تستعجل النتائج طبعا للأسف والله ما نستعجل. أتوقع يعني خلال أسبوعين الأمور رجعت إلى أنا دائما أسأل السؤال هذا لما أقول سوي كذي زين إن شاء الله إيش كثر يبي له، يا أخي لا تسأل. أنت ما سألت نفسك يوم أنت قاعد تقحم نفسك في المرض وتسبب لنفسك الأوجاع هذه كلها، ما سألت نفسك أنا اللي متى أستمر على كذي. لما تاخذ العلاج تقعد تسأل إيش كثر والله يملل هذا الكلام ما يصير. اخذه وانسى، خل حياتك، غير برنامجك وخل برنامجك يشوف على مدى شهر شهرين. ترى في ناس تستخدم عصير الأساي شافوا الادعاءات الطبية اللي عليه، بس يقول ما حسينا بفوائده إلا بعد شهر، وإحنا نستخدمها بانتظام حسينا فعلا تغيرات جذرية في الجسم. فهذه المادة مرة ثانية نرجع حتى لا يدركنا الوقت نقول إن يحافظ على القلب كذلك من الأزمات من تراكم الدهون، كذلك يقي من الجفاف، فقدان السوائل، اللي عندهم جفاف في العين، اللي عندهم دائما جفاف في البشرة، اللي عندهم حتى جفاف داخل الجسم. فالشمندر هذا ممتاز لأنه يقي من شر الجفاف وفقدان السوائل، ويقوي المناعة. ممتاز ترى حق الأطفال اللي عندهم دائما يطيحون مرضى وهذا كذي، يعودوهم على الشمندر. العصير ترى طعمه حلو اختي، طعمه وايد. يضيف للسكر دكتور خالد؟ ممكن نضيف السكر، ممكن البعض يضيف له ملح. شوف في طرق ثانيه، في نعم في ناس مع الخل ياخذونه. نعم في طرق. انا دائما احاول اني انا يعني مثلا استجلب خصوصا للاطفال. كل الفواكه بملح. شلون الفلبين حتى كل المانجا بالخل يستمتعون فيها. زين لما ياهل مثلا تبين شويه ساحلين وهذا، حطي له شويه برد، حطي عليه عصير شمندر. انت تكونين شنو يعني خليتي ياكل يستنطع البرد في نفس الوقت يعني طعمتيه بماده غذائيه مفيده جدا. نقدر نحط الشمندر نضيفه على اطعمه او على فواكه هذا عشان نكسب الطعام وكذلك الفائده. خافض الكوليسترول، هذه معلومه زينه ان شاء الله تعالى لاصحاب الكوليسترول. الشمندر هذا ممتاز لكم. بعدين معلومتين مهمتين جدا، هشاشه العظام، اللي يعانون من هشاشة العظام فعلا انتم عليكم بالشمندر لأنه ممتاز يقي من هشاشة العظام. الإنسان اللي يخاف من الهشاشة، دائما الهشاشة مشاكلها يقول لك تأتي يعني غالب الأحيان بعد سن 30. الجسم لغاية سن 30 يبني بالعظام، بعد سن 30 يصير عنده العملية عكسية، ايش اللي عامل هدم. فإذا ما أسس عظامه قواها لسن 30 احتمالية الإصابة في الهشاشة احتمالية كبيرة. ولا تستغربين أختي، الآن عندنا نسبة كبيرة بالكويت مصابين بنقص حاد فيتامين د، نسمع عنها كل يوم. الحليب وايد غالي. لا مش ترى احيانا ترى حتى شرب الحليب ما يسوي شيء يعني. لا تلقى انك انت شربت الحليب يصير معك في اشياء خلع داخل الجسم. لازم تعرض نفسك على طبيب مختص. لازم اخوي تعرض نفسك على طبيب مختص يشوف شو المشكله. لا تروح الصيدلي تقول عطني. لا، لازم طبيب مختص يشوفك، يشوف شنو المشكله اللي معك. كذلك احنا قلنا يعطي وقاية من هشاشة العظام، وكذلك لمرض الزهايمر أو الخرف، لأن في مركبات أجريت عليها أبحاث وجدوا أن المداومة على عصير الشمندر كحمية، يعني خلينا نقول مو حمية، كعصير يعني مثلا تداوم عليه باليوم. وإذا ما قدرت العصير ترى فيه على شكل كباسيل يكون مركز. إذا أنت ما لك خلق كل يوم تشرب عصير، عندك مثلا برنامجك عصاير وايد في اليوم، فبإمكانك أنك أنت تأخذ هذا لأنه يعطيك وقاية من الخرف وكذلك من هشاشة العظام. أعتقد المعلومات اللي سمعنا عن الشمندر وايد ممتازة والله. أسأل الله سبحانه وتعالى. حياكم الله خير إن شاء الله. نعم أنا ألقاكم شوية بعد شوية إن شاء الله للملتقى إن شاء الله تعالى. حياكم الله ونراكم على خير إن شاء الله. حياكم الله. مع السلامة.